السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم مع وصفه جديده وفيديو جديد، غادي نحضر معكم هاد الشنيك مالحين او بيتزا رولي ولا فطائر، سميوهم كيف ما بغيتو، كيجيو رائعين وساهلين في التحضير. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. دابا غادي نخليكم مع طريقه التحضير والمقادير. بالنسبه للمقادير ديال العجينه كنحتاجو، عندي هنايا زلافه ونص ديال الفورص وزلافه ديال الفينو مغربلين مزيان، عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، عندي الزعتر واحد معلقه صغيره، عندي هنا معلقه ديال الملحه، وغنحتاج معلقه ديال الزبده، وغادي نجمعوا العجينه ديالنا بالماء دافي. دابا غادي ندير الطحين كما كتشوفوا في البول ديال الجامه، ممكن تعجنوها بيديكم. غندير الزعتر، الملحه والخميره صافي، وغادي نجمعها بالماء دافي. بعد ما تجمعات واحد شويه العجينه، دابا غادي نضيف واحد معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره، دابا غادي نعاود نخدم العجانه باش ديك الزبده تدخل في العجينه مزيان. صافي، هنا كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي هي واجده، غادي نخليها تخمر ونمشي نوجد الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنا لادانت كيف كتشوفوا مقطع هكا دي مورسو كبار، درتو في الهاشور باش نطحنو، ماشي نطحنو، غير بحال هكا يتقطع واحد شويه قطع صغيره. ممكن تستعملوا الكفته، ممكن تستعملوا طون ديال الزيت، حتى طون ديال الزيت كتجي فيها خطيره رائعه، يعني اللي متوفر عندكم. بعد ما طحنت هذاك لدان في الهاشوار كيف ما قلت لكم، راه ماشي طحنته ورجع كفته، ولكن غير شويه وصافي رقيق، يعني قطعته شويه رقيق. المهم كنحتاجوا لدان كيف ما قلت لكم والبصله. بالنسبه للعطريه عندي هنا الملحه، الخرقوم، التحميره، القزبر يابس وشويه ديال السكينجبير، وعندي هنا الزيت والنار فرماج حمر. ممكن ديروا الفلفله، ممكن ديروا الزيتون، اللي بغيتوا اي اضافه بغيتوا تزيدوها زيدوها، بحال الفلفله والزيتون كيجيو حتى هما رائعين. صافي، دابا غادي ندير هادشي يتشحر فوق البوطه، ندير العطريه والزيت. صافي، دابا غنديرهم فوق البوطه يتشحروا. ديالي كيف ما كتشوفوا راه خمرات، دابا غادي نسرحها مزيان. سرحت العجينه مزيان، دابا غادي ندهنها بهاد الصلصه هادي ديال الطماطم بهاد الطريقه. العجينه ما تكون رقيقه ما تكون غليظه، بين وبين، ما ترققوهاش بزاف وما تغلظوهاش عاوتاني. دابا غادي نضيف لادانت كيف ما قلت لكم، راه ممكن ديروا الكفته، ممكن ديروا الطون، اي حاجه متوفره عندكم ديروها. حتى بالطون ديال الزيت راه كتجي رائعه، راه فايت لي درتها بالطون ديال الزيت، راني شاركتها معكم عندكم في القناه، راه كاين الفيديو ديالها. صافي، كنحاول نوزعو بهذه الطريقه هذه. ممكن ديروا الفلفله حتى هي، ممكن ديروا الزيتون. صافي، دابا غادي نضيف الفرماج.
وشويه ديال الزعتر. عفوا، واخا راه الزعتر درناه في العجينه ولكن ماشي مشكل، ضيفوه حتى هو كيعطي واحد النسمه زوينه. صافي دابا غادي نبدا نرولي فيها. ما تزيروش، رخفوا يديكم. صافي على هذا الشكل. هنا راه خديت هذا الخيط هذا جديد، يعني باش نبقى نقطع به العجينه. هو احسن صراحه من الموس، واحسن من المقص، كيقطعها مزيان بهذه الطريقه هذه. صافي وغنحط في اللاطه. ساهله. كنحاولوا نبسطوهم واحد شويه ونحط. صافي بعد ما ساليت ديك الكميه اللي عندي، دابا غادي ندهنهم بالبيض كما كتشوفوا. صافي دابا غندخلهم الفران يطيبوا، ومن بعد نتلاقاو نشوفوا النتيجه النهائيه. هذا هو الشكل ديالهم النهائي بعد ما حيدتهم من الفران، كيجيو رائعين. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، حيت فعلا كيستحقوا التجربه وساهلين في التحضير. بنادم هكا مره ينوع، ما فيها باس. كيف ما كتشوفوا راني زينتهم بالفرماج حمر. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، ومع السلامه.